فكرة المنتدى أو منتدى الجوهر الثقافي كانت فكرة الأستاذ شريفي الحاج والمتحدثة خديجة قدري، ونتمنى لهذا المولود الجديد يعني في حول المكتبة الرئيسية يعني الاستمرارية والدوام. ضيفي اليوم لا تستبق الحروف، ودعوني أعبر ثم أعبر ثم أقدر حين أعبر. ميم المحبة في اسمه تزهر مرمرا، وفي سمائه تمطر مسكا وسكرا. راء الرفقة وهو أستاذ المحبة، طبيب الإنسانية يرافق مرضاه ويحمل القلم ليتقطر شهد الحرف. هو ذا الدكتور والأستاذ والمثقف الروائي معمر دربال، مؤسس نادي تفاؤل، أحد أهم النوادي القرائية في ولاية سعيدة. يمكن أن نعرف أو تقدم بطاقة. أشكر نادي الجوهرة الثقافي وأبارك لهم هذا المولود الجديد، وأشكر القائمين على المكتبة الرئيسة للمطالع العمومية. فيما يخص التعريف، يمكن أن أستهل التعريف بمثيلة أو قصيدة نثرية لأعرف عن نفسي كيف انتقلت من القراءة إلى الكتابة. أقول فيها أمتهن مهنة الطب، وأنا ناشط ثقافي، أحاول أن أكون ناشطا ثقافيا، وكتبت مؤخرا هذا الكتاب الذي بين أيديكم، أيلول ونيسان وآخرون. شكرا أستاذ قاسم. بين صفحاتها وجدت حرفا مرميا على الرف، حملته ضمته ربته على الكتف، وقلت له أخبرني، أو تبكي الكلمات أو تنزف الحروف الحالمات؟ فأخبرني أنه حرف منبوذ من عشيرته، حرف قلاه قومه فأبعدوه، لأنه ما رضي تخاذلهم ولا وافقهم خنوع دولتهم. وأسيته طمأنته ولم أشأ قطع أمله، أنا المناضل الذي ما حاز يوما على مأمله، رددته بين الدفاف ونسيت أمره. هو شهر الثورة والتمرد والانقلاب يعني حينما تبحث عن المسألة يجب أن تتعمق، لأن حتى لا تخطئ. فقلت الأدهى لو أنهم، لأن كيف تسللت هذه الكلمة إلى المعاجم العربية؟ تسللت حينما تمنطق العرب وأخذوا علم المنطق وترجموه. يعني كتبت قراءة ذوقية وتقديم لرواية أيلول ونيسان وآخرون للروائي معمر دربال، وهي أول عمل روائي. ووسمت هذا المقال الانطباعي رواية تؤسس للذاكرة اللبنانية والعربية. طبعا كل عمل أو كل إنتاج حينما يخضع للتقري ويخضع للإقراء، فإنه يجب أن يعالج من مستويين أو زاويتين، الزاوية الشكلية والزاوية الموضوعية. فيما يخص سؤالك المدينة، رواية المدينة، قلت في الحقيقة اهتمت بالمدينة اهتماما بالغا. نشكر الحضور وندعوهم إلى أخذ صورة جماعية تذكارية. أيلول ونيسان وآخرون. في طبعا هذه الرواية التي احتواها اليوم نادي الجوهر الثقافي، والذي كانت بداية انطلاقته في هذا اليوم المبارك. نتمنى لهذا النادي دوام الاستمرارية. كان لقاؤنا في هذا المساء مع الأديب والكاتب الطبيب معمر دربال. أشكر النادي الثقافي الجوهرة، أشكر القائمين على المكتبة الرئيسة للمطالعة العمومية وانزر عبد الكريم بسعيدة، أشكر الحضور الكريم الذي حضر اليوم، واحتفينا معا برواية أيلول ونيسان وآخرون. كانت يعني مداخلاتهم في القمة، استفدت منها كثيرا، وقراءتهم للرواية يعني أضفت علي بهجة وسرورا وفرحا وحبورا، ويعني زادتني تشجيعا شجاعة على الكتابة والمضي قدما في الكتابة إن شاء الله. بودي أن أوجه تحية شكر وامتنان كبيرة لمكتبة المطالعة العمومية وعلى رأسها السيد مختار، وكذلك إلى مشرفي نادي الجوهرة الثقافية على تنظيم هذه الجلسة الثقافية المفعمة بكثير من الإبداع والوعي والنقاش والحوار الحي. استمتعنا اليوم بهذه الجلسة مع الروائي الطبيب معمر دربال وروايته أيلول ونيسان وآخرون، التي كانت
فرصة أو سانحة لمناقشتها ومحاورتها، هي كانت فضاء لطرح أسئلة حول هذا النص وأبنيته. الفكرة الجوهرية التي عالجها الروائي والناص معمر دربال بكثير من الوعي وبكثير من الإبداع هي مسألة الذاكرة اللبنانية والعربية في هذه الرواية.